ذكرت يومية ماركا أن حارس المرمى دافيد دخيا طلب من إدارة فريق مانشستر يونايتد التفاوض مع ريال مدريد من أجل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الموسم المقبل. ووفق مصادر صحفية فإن الميرينج يرغب في حسم الصفقة مبكرا هذا المرة بعد فشلها قبل نحو عامين بسبب عدم وصول المستندات في الوقت المناسب في اللحظات الأخيرة للميركاتو الصيفي في عام 2015. ووفق التقارير فإن صفقة انتقال حارس مرمى منتخب لاروخا قد تكلف النادي الملكي نحو 75 مليون يورو. أكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا أنه سيدخل في مفاوضات مع نادي إشبيليا من أجل الظفر بخدمات مدربي خورخي سان باولي على رأس منتخب التانغو. وشدد تابيا في تصريحات لصحيفة لا ناسيون الأرجنتينية على أنه لا يوجد حاليا أي مرشح لخلافة إدغاردو باوسا المقال باستثناء سان باولي الذي يعتبر الاتحاد الأرجنتيني